أهلا بكم من جديد. في التصفيات الأوروبية احتفظ المنتخب الفرنسي بصدارة المجموعة الأولى بفوزه الصعب على مضيفه البلغاري بهدف. واصل منتخب السويد ضغطه على الديكا باكتساح نظيره اللوكسمبورغي ب8 أهداف دون مقابل. توصل صراع سويسرا والبرتغال على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة الثانية بفوز الأول على المجر ب5 أهداف الاثنين والثانية على أندورا بثنائية. وفي المجموعة الثامنة حقق المنتخب البلجيكي المتأهل سلفا فوزا مثيرا على مضيفه البوسني ب4 أهداف ل3، وهو ما جعل اليونان تقفز إلى المركز الثاني بفوزها في قبرص. هذا وفشل المنتخب التركي في التأهل لنهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا بعد احتلاله المركز الرابع في مجموعته. أهم الأسباب التي أدت إلى إخفاق المنتخب التركي في تقرير مراسلنا من اسطنبول ماجد درويش. وتبخر الحلم التركي للمرة الرابعة على التوالي، وخرج المنتخب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا محملا بسيل من الانتقادات بعد هزيمته أمام آيسلندا على أرضه وبين جماهيره بثلاثية نظيفة ليحتل المركز الرابع. الشارع الرياضي انتظر الكثير من هذا المنتخب، سيما وأنه تم التعاقد مع المدرب الروماني ميرتشا لوتشيسكو على أمل أن يحمله من نجاح إلى نجاح أكبر. من أهداف إعداد المنتخب بصورة سليمة وتحضير عدد من اللاعبين الذين يستطيعون تمثيل المنتخب بصورة جيدة لنقدم بعد ذلك أداء يسمح لنا. الخلافات بين اللاعبين والمدرب والإعلام في بطولة أوروبا سببت في اختلال كيمياء المنتخب وعدم تجانس التشكيلة، ولو لم يحدث ذلك لرأينا المنتخب بصورة مغايرة ولنافس حتى النهاية على بطاقة المجموعة. توقيت تغيير المدرب أثر على المنتخب، سيما وأن تريم كان قد اجتاز المرحلة الحرجة وبدأ يضع أقدام المنتخب على سكة الانتصار، فكان التغيير بمثابة العامل الذي كبح جماح المنتخب. هذا ما تسبب في خلاف دائم، وكل شخص له رأيه في المنتخب وطريقة تدريبه والتشكيلة التي يخرج بها المدرب في المباراة، ونحن دائما كان هدفنا الفوز وتقديم أداء يسعد الجماهير. عدم استقرار الكرة التركية سواء الأندية أو اللاعبون كان لهما أثر كبير في تراجع مستوى المنتخب وتقديمه لعروض لا تليق بسمعته وحصوله على نتائج لم تكن في الحسبان، أو ربما أصابته لعنة ثالث كأس العالم فلم يتأهل إليه بعدما حقق هذا المركز عام 2002. آثار هزيمة المنتخب التركي وعدم تأهله إلى نهائيات كأس العالم ستنعكس على الكرة التركية، ومن المرجح أن تبدأ هذه الانعكاسات برئاسة اتحاد كرة القدم. ماجد درويش، BN سبورتس، اسطنبول.